فيسبوك وتويتر @مالك مكتبي، وعلى موقع البرنامج الإلكتروني. زينب اسكندر، مساء الخير زينب. اليوم عم نحتفل بعيد الأم. زينب، كم سنة بقيت زينب محرومة من كلمة ماما؟ أنا بقيت 21 سنة ما عندي ولد. عم بتقولي لي 21 سنة، 21 سنة من الزواج. زينب، كم مرة حاولتي أنت وزوجك الإنجاب؟ نحن من أول ما تزوجنا نحن بنحاول الإنجاب، يعني ما خلينا حكيم ما رحنا لعنده لحتى لي الله يعطينا أولاد وما مشي الحال. جربتي كل العلاجات؟ كل يعني العلاجات، من منشطات، من تلقيح داخل الرحم، من IVF، محور البويضة، جربتي كل شيء خلال هال 21 سنة؟ حتى زرع 4 مرات عاملة، وآخر زرع حبلت بتوم صبيان وعلى 4 أشهر راحوا. بس كان لي 4 أشهر روحت الولدين، وبعد ما وقفت. بعد كم سنة محاولات صار في حمل؟ هذا كان بعد شي 16 17 سنة زواج. حتى شفتهم على الصورة وكيف عم يتحركوا وهيك، كثير كنت مبسوطة وعندي أمل. بس روحتهم صار عندي حالة إحباط، وما فكرت أبدا بالزرع ولا بالعلاج، وقفت نهائيا 4 سنين. رح أرجع لك زينب. إجاني صيفي، مساء الخير. إجاني عم تحكي زينب فترة 21 سنة عم بتحاول هي وزوجها الإنجاب، ولكن صار في حبل مرة، صار في ترويح. حضرتك جاني أي أسباب صحية حالت دون حملك لسنوات؟ ما كان في أسباب، ما كان في سبب. يقول لي ما في سبب شيء، أنت بتحبلي طبيعي، ما في سبب. أحبل وروح. أنا روحت عدة مرات، 4 مرات روحت، ما في سبب. بس ما ينقست، حاولت على طول. قلتي 4 مرات صار في ترويح، وقالت قبل شوي زينب صار في ترويح، وقالت اخر شيء استسلمت، ما بقى بدها تكفي. لا، انا ما استسلمت. كيف كنت تعيشي كل لحظه امل انه ممكن يكون في مولود جديد يصير في ترويح؟ كل ما روح بقول بعد عندي امل، بدي احبل. وكان حكيمي كثير يشجعني، يقول لي مثل هالمدام حامله البيبي انت رح يكون عندك بيبي. زينب، بدي ارجع لك، يعني ام محرومه من الامومه، الاصعب المعاناه النفسيه الجسديه اللي بيتركها العلاج كرمال تحبل، ام الاصعب بكون المعاناه الاجتماعيه اللي بتسمعها الناس شو بتصير بتحكي وبتسمعها كلام؟ اصعب شيء الناس، لانه الناس ما بترحم. انه بس تطول الوحده ما عندها اولاد بيكتر الاسئله لها، بيكتر انه ليش ما بتعالج. شو اصعب الاسئله اللي كانت تطرح؟ شو بعد ما اجيكم اولاد، ما عندكم اولاد، ليش ما عم تروحوا تتحكموا، ليش ما عم تجيبوا ولد؟ هيدي الاسئله اللي بتنسال، وكثير بتجرح اللي ما عندها ولد. بس وحده تولد جيها بيبي، روح بارك لها، اقول انا لا، ما مش انا مثلا، لا هي جابت البيبي، لا مش انا. هذا الموقف بس كان يحرجني كثير. مثلا المناسبات، عيد الام، الشعانين، عيد الميلاد. عيد الام كنت انطرم ناطره عيد الام اذار 21 اذار تا اتذكر هالمناسبه، وابكي كثير. كنت اقضي كل النهار بكي بس بعيد الام، لانه لا انحرمت انا من البيبي، لا مش انا. بدي ارجع لك ايضا زينب. قلتي يعني كان في همسات الناس ما بترحم، الناس كانت قاسيه تكون معك. 21 سنة مع الزوج، كيف كانت العلاقة مع الزوج تكون 21 سنة وأيضا هو بانتظار؟ هي يعني بالمطلق كانت جيدة، ما أشبه شيء، بس كان في روتين إنه ما في شيء يجدد حياتنا مثل ما هي. 21 سنة حياتنا مثل ما هي على فرض نمط. جني، الحاجة إنك تكوني أم هي لإلك أو لزوجك بتكون بالدرجة الأساسية؟ لزوجي. كنت حابة يكون عنده ولد هو. زينب، قلتي 21 سنة انتظار ومحاولات وعلاجات، وقفتي علاجات بعد آخر ترويح من توم إلى أن حبلت طبيعي بدون أي شيء. ما بحسه بدرق إلا عندي وحام، وعملت فحص وطلعت حامل بعد 4 سنين. وقفت كل شيء أبدا. ليه عملت الفحص؟ قلتي لأنه 21 سنة بضلك تفكر تقول بدي أجري الفحص بالمنزل. يعني 21 سنة وأنا مزوجة، 21 سنة ما مرة وقفت الفحص الحمل عندي، ولا كان عندي أي شك إنه ما حيجيني ولد، إنه الله بده يعطيني، بس أيمتى ما بعرف. نهار اللي شفتي إجابة يعني بقيت يمكن أكثر من نص ساعة، بس أنا عم ببكي وأنا